ما تلفيش وتحتاري، تعالي شوفي الفراخ دي انا هعملها لك ازاي وهتعجبك، وهتقول الله يا ريتني عرفتها من زمان. معاكي بصلتين قشريهم، فصين توم قشريهم، ومعاكي البصل والخضرة والتوم بتاعك، وظبطيه ودلعيه وفي الكبة وحطيه. بصي كل التكات المهمة حطيها، وخرطي الخضرة بتاعتك، واقعدي كده ايه، اعملي بروقان وتصلي على النبي وانت بتعملي، وتقري صورتين كده وانت بتعملي، عايزة عشان تحفظيهم لولادك وتعملي لهم احلى غدا بقى. وسلام لما اختك تجيلك بقى وتعملي لها الغدا ده على مزاجك كده. معاكي بقى فرخة، امسكيها دبليها وظبطيها كده واغسليها كويس جدا. وبعد كده المكونات بتاعتك، معاكي خضرة ومعاكي توم ومعاكي بصل ومعاكي فلفلة ومعاكي البهارات، اللحمة بقى كل البهارات اللي عندك حطي، المتاح عندك في البهارات كله حطي. بصي خرطي بصلاية خشنة، واضربي بقية المكونات في الكبة علشان ما تتعبش. وبعد كده انزلي بقى بالمكون بتاعك اللي انت ضرباه والبصلة. انا بتكلم بالليل ومش عايزة اوجع دماغي. وبعد كده امسكيه بقى ايه، دخلي المكونات بتاعتك كلها مع بعضها كده، وحطي الفراخ بتاعتك عليها، والله العظيم هتاكلي احلى فراخ. وبصي ما تنسيش تصلي على النبي. وبعد كده بقى ايه، انزلي كده واحدة واحدة كده بالبهارات بتاعتك وشوية الزيت بتوعك كده، لو عندك مثلا معلقة سمنة عايزة تحطيها حطيها، يعني متاح عندك حطيه. وبعد كده بقى كل ده اخلطي مع بعض. متنسيش تصلي على النبي وتشتركي في القناة بتاعتي، لان والله بنتعبوا في التصوير ده وفي الحاجات اللي احنا لازم نطلعها لكم حلوة دي. وبعد كده بقى اقعدي دبلي الفراخ بتاعتك، دبليها لحد ما تاخد كفايتها. عايزة تسيبها ساعة كده في التلاجة سيبيها، عايزة تعملها على طول، يعني انا عملتها على طول كنت مستعجلة، بس انتي ممكن تسيبيها. وبعد كده بقى ايه، بعد ما اتبلت واتظبطت، هاتي ورقة سلوفان وغطيها عشان اللحمة تفضل معاكي طرية وطيبة وجميلة. ومعاكي شوية عصير طماطم كده حطهم على وشها علشان خاطر اللحمة بتاعتك تبقى ايه، حمرة كده من جوه وطرية. ولو عندك شوية خل حطيهم، انا مكانش عندي خل فحطيت ليمون، لان هو يعني بيديها المزازة الحلوة دي وبيضيع كمان اي زفارة. وبعد كده بقى ايه، حطيها بقى في الفرن بتاعك وقولي لها مع السلامة لحد ما تطلع معاكي بقى ايه، جميلة كده. وتعرفي تلاقي اللحمة دايبة ببقك كده، بصي دايبة، تعرفي ان كده هي استوت. بصي بقى هاتي ورقة السلوفان بتاعتك وغطيها، وعلى الفرن بتاعك ووديها، وصلي على النبي بقى. وشوية مكرونة لو عندك حلوين كده كده بقى ايه، انا كنت مطلعاها تشوفوها وهي كانت قبل ما تاخد لون، يعني شلت الورق السلوفان من عليها. وبعد كده بقى ايه، احطها تاني في الفرن واطلعها باللون اللي انتوا شايفينه ده. هي خدت لون بس، مرضتش احمرها جامد، يعني خليها تاخد لون جامد عشان ما تبقاش ناشفه، انا بحبها طريه. وبعد كده بقى عملت معاها شويه مكرونه، وبألف هنا وشفا بقى. يا ريت اللي ما جربهاش يجربها، وما تنساش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناه، قناه اكل فيديو والطعم حكايه. مع السلامه واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله.